أنا أعتذر. أنا قاعد يضغطون علي أهلي صراحة. أنام وأقوم، أنام لي أحاول إني أرقد. من البارح ما رقدت إلا 3 ساعات، الحمد لله رقدت 3 ساعات. ماكل زينكس أقسم بمن أحل القسم 3، وماكل سيليبكس. لكن أنا أعتذر، أنا أعتذر. يضغطون علي دش الطب النفسي. تكفون يا أهل الكويت، ما أبي دش الطب النفسي، ماني مجنون، ما فيني العافية. تكفون والله قاعد يضغطون علي، بس عاد لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بداية اللي عشان ما أندم عليه، يمكن أموت اليوم ما اعتذرت، عشان يسامحوني لله العزيز الحكيم. أنا أعتذر من سيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، أمير الإنسانية. اليوم إذا إكلنا البرد غطانا بشته حضنا. إنزين أبونا أقسم بمن أحل القسم لولا الله ثم لولاه إني رايح كالعين المنفوش، لكن قدرني مع العلم إني طيب ما فيني إلا العافية الحمد لله. لكن قدر ظروفي، الله يوفقه وما لقى وجهه، والله يجعله ذخرا للعبادة والبلاد. أمي تبكي الليل والنهار تدعي له، تدعي له. يا جماعة يا أهل الكويت ادعوا له، يا الخليج ادعوا له صباح الأحمد بطالة العمر على الصحة والعافية. ترى والله إنه شكل، إني سمعت إنه تعبان شوي، الله يشفي شفاء لا يغادر السقم. كما أني أعتذر من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك وأسرته الكريمة اللي طعنت فيهم. أقسم بمن أحل القسم إني ما أذكر عليهم شيء. ظلمت يا جماعة، والله ظلمت أمي وأهلي، أقسم بالله ظلمت القبائل. من اللي أغلى من أمي؟ ورب الكعبة أمي حتى أغلى من حكام العالم كلهم. إنزين، وأعتذر من الشيخ محمد الخالد وزير الداخلية، زين، اللي شاني بقلبه وحضني، حتى أمن الدولة ما طقوني ولا عذبوني. أقسم بمن أحل القسم كانت توصيات تجي منه دير بالكم عليه، وبرفعه لا حد يجيسه، جيبوا له اللي يبي. من اللي يقول الكلام هذا وانا طاعم فيه؟ انزين والله ما يستاهل. شوف الشيوخنا شلون كرامتهم طيب. والشيخ صباح الخالد، واعتذر من السفاره الكويتيه، انزين، ومن مشعل الموظف، انزين، ومن طاقم السفاره كلهم. واعتذر من الاخ مرزوق الغانم، رجل مصلي يخاف الله، طعنت فيه. يا اخي الله اللي عطاه الخير، ليش نحسده يا جماعه؟ من اللي عنده شركات وعنده آلات، انا ما عندي آلات يا اخي، مناقصات عليه بالعافيه يا اخي. انزين، واعتذر انزين من طلال السعيد ومن اخته فجر السعيد، اللي اقسم بمن احل القسم ما اذكر عليها شيء وما شفت شيء يا جماعه، لكن طعنت في شرفها. انا اسف، ورب الكعبه يا بنات، ورب الكعبه طعنت في شرف امي. امي قلت قحبه، امي اهلي اسرتي جماعتي القبائل اللي اغلى عندي من العالم كله من القبائل. انزين، راح ادش مستشفى. انزين، ممكن في اي وقت اي لحظه ادش مستشفى، لكن اعذروني تكفون وسامحوني. والبنت اللي طعنت في شرفها في لندن، اللي قلت حطي هذا بطيجك وكسك، انا اعتذر منها عشان ما نبني ضميري عليه. تكفون، سامحوني، سامحوني لله. انا ما بشيء، ورب الكعبه ما بشيء. ابيكم تسامحوني، يمكن اموت اليوم او يدخلوني المستشفى. الطب النفسي، الطب النفسي خايس، يطقونك ببور يخدرونك. يا عمي عارف الطب النفسي ما بي السجن، اقسم بالله ارحم لي من الطب النفسي يا اخي. بس اسوي عاد، امي تبكي واخواني يبكون، يلا دش، تكفى دش. قلت والله ما دش اليوم، خل